السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من كل داعي إسلامي يركز قوي في حقوق المرأة ويسيبوا بقى من الحاجات اللي مش أساسية. لما الست أو المرأة تجد حقوقها وتجد طلباتها وتحس إن في حياتها رجال، هتلتزم وهتبقى ماشية على الصراط المستقيم، هتعمل كل ما يأمر به الرجل طالما بقى قوام. وأرجو من كل داعي إسلامي يرجع الدولة الإسلامية إسلامية، ما تبقاش اسم فقط، ما تبقاش طرحة فقط. نلغي القايمة ويخلي الزوج تدعو كل الداعي الإسلامي أو الشيوخ اللي على وجه هذا الكوكب يدعو لإعطاء الزوجة اللي مقبلة على الزواج مهر طالعة من قلبي، لان القايمه دي ملهاش فايده خالص. دي عامله نزاع بين راجل وست، زوج وزوجه، نزاع، لا هي حقوق للزوجه ولا هي حقوق للزوج. فارجو تاني وتالت ورابع وعاشر من كل داعي اسلامي يركز مع الرجال. لو المرأة لقت في حياتها رجل هتبقى ملتزمة وهتبقى سمعا وطاعا. وسيبكوا من دي حاطه مكياج، دي لابسه ضيق، دي بتدلع. احنا كلنا لابسين شنب الا من رحم ربي. ليه؟ مسؤوليه بعيد عنكم. كل ست جواها راجل خلاص. دور الست انعدم، بقت شايله دورين، ما بقتش ست بس. الست اللي قدامكم دي لابسه ومتشيكه ومتظبطه، دي جواها راجل. طالما شالت مسؤوليه الراجل بقت راجل. لبست شنب وبتتعصب بقى ويقولوا عليها نكد، ما هو عايز فرفوشه، والفرفوشه هتيجي براحه البال، وراحه البال بقت فيها مسؤوليه، فاصبحت المسؤوليه على الست. ليه ربنا خلى المسؤوليه للراجل؟ لانه يقدر يتحملها. صحيح النساء لما بيمسكوا المسؤولية بيبقوا جدعين، بس على أعصابهم وعلى أنوثتهم وعلى ضحكتهم وعلى تظبيطهم وعلى حاجات كتير. النساء دلوقتي أصبحت منظر فقط. فكل داعي إسلامي، كل شيخ، ركز مع الرجل. لما يبقى في رجل هترجع المرأة لأنوثتها، هترجع المرأة لطاعة الزوج زي زمان. دلوقتي عليه العوض. وشكرا جزيلا.